السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في وصفات سهلة واقتصادية مع أميرة. النهاردة بقى جايبة لكم الفلافل، طريقة عمل الفلافل أو الطعمية بكل سهولة وبكل بساطة. إذا كانت في المكونات أو العمايل بتاعها، من غير كبة ومن غير مفرمة. طب هنعملها ازاي؟ هقولكوا دلوقتي هنعملها ازاي. بس قبل أي حاجة تعالوا كلنا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هنعملها هتكون احسن من اللي بره مليون مرة. بجد انا مش ببالغ، هتبقى احسن من بره بكتير وبمراحل، وهتبقى موفرة ليكي انتي، مش ضعف، لا ضعف وضعف وضعف كمان، 3 اضعاف اللي بره. هتوفري فلوسك خالص. معانا ايه بقى؟ جايبه كيلو فول غسل كده ونقع على بيات، ومعانا هنا ربطتين كرات وبصلتين، راس توم وقرن شطيطه، وربطة حزمة بقدونس. يبقى حزمتين كرات وحزمة بقدونس. مش هينفع تحط كزبرة لان الكزبرة هتسودها بعد كده. هنقلب كل ده على بعضه، الفول على الثوم على الشطيطة الحار، ده قرن شطيطة حار، على البقدونس على الكرات على البصلتين، هنقطعهم على بعض. وبعد كده هنيجي هقولك هنعملهم ازاي من غير مفرمة او كبة. طبعا الطريقة دي بسيطة خالص وهتعمليها على طول. هتعمليها على طول في بيتك، هتبقى اضمن طبعا وانضف من بتاعة بره بكتير، بمراحل، بجد بمراحل. وحلوة جدا، وهتبقى الخضار بتاعها احسن من اللي بتاعت بره، لان اللي بره مش بيحط لها خضرة كتير، احنا مظبطينها في الخضرة بتاعها. انت لو جبتيلك نص كيلو فول ونقعتيه على بيات مثلا وجيتي تستخدميه، هتحطي عليه ربطة كرات، على نص كيلو فول ربطة كرات و... ونص ربطة بقدونس، تمام، ونص راس توم، وحتة كده من قرن الشطيطة عشان ما يبقاش حراق قوي، وبصلاية على نص كيلو فول. جربي نص كيلو فول، شوفي هيعمل معاكي الكمية ايه، واحسبيها، هتلاقي نفسك انت اللي ربحانة. وغير كل ده حاجة كده نظيفة انت اللي عاملاها بايدك، وحاجة مضمونة، ولا بقى يعني محطوطة في مكنة مش نظيفة ولا اي حاجة. هنيجي بقى هنا دلوقتي هقولك هنعملها ازاي. قلبتها كويس خالص، حتى كان فايت شوية كرات كده حطيتهم في جنب، هحطهم كل ما احط مثلا دور في الخلاط، هحط شوية ايه من الكرات اللي في الطبق. خلاص كده هحط انا هنا يعني ايه سهيت كده وكترت في الخلاط. انا مش عايزاه كتير كده، ما تكتريش كده، يعني حطي من المعلقه الكبيره دي حطي 3 معالق كفايه، وحطي عليهم ربع كوبايه ميه، تمام. يعني ما تكتريش في الخلاط عشان الخلاط يمشي معاكي وما يتحرقش منك. انا هنا حطيت كوبايه الميه على الكميه دي كلها، لا انت حطي مثلا نص الكميه دي وعليها ربع كوبايه الميه، تمام. خلاص ضربتهم في الخلاط اهون. قلبي بقى، هاتي اللي تحت فوق واللي فوق تحت، وقلبيها كويس خالص. كل شويه تقومي مشغله الخلاط وتفصليه وتقلبي، افصلي وقلبي. اوعي تقلبي وهي على الخلاط شغال، هتكهربي نفسك ولا الخلاط يبوظ لا قدر الله يعني. افصلي الخلاط وقلبي لحد ما يجي معاكي القوام الحلو ده اللي قدامك. العجينة حلوة جدا ومفيش اجمل من كده، ولونها حلوة قوي قوي قوي. هنيجي بقى المرحلة اللي بعدها. هنعمل ايه بقى؟ المية اللي هي فيها اللي احنا حاطينها عايزين نصفيها. هنعمل ايه؟ هنحطها في مصفى، والمصفى دي تحتها بولة وبمعلقة او اي حاجة عندك، اقعدي تضغطي عليها لحد اما تنزل المية. شايفين ناعمة خالص قدامكم ازاي؟ ما فيهاش اي حاجة خشنة، وناعمة عاملة زي يعني عجينتها حلوة قوي، عجينتها حلوة ومش خشنة خالص، لا عجينتها حلوة ومظبوطة 100%. انا كده بعصر منها المية خالص، مش عايزة فيها مية خالص، تمام. خلاص كده المية دي هنستخدمها دلوقتي، هقولك هنستخدمها في ايه. خلاص كده انا عصرتها من المية، ما عادش فيها مية خالص. العجينة متماسكة قدامكم، ولو عايزينها ان هي تكون متماسكة اكتر من كده حطوها شوية في التلاجة، هتلاقوها متماسكة اكتر من كده.
بس انا قلتها على كده وكانت مظبوطة معايا. خلاص، دي المية بقى اللي هي اتصفت من العجينة بتاعة الطعمية. هنحطها فين دلوقتي؟ نحطها في الخلاط. نحطها في الخلاط. تمام كده. هنحط بقى المعلقتين الخلطة، اللي هي الفول على البصل على الكرات على البقدونس على الثوم على القرن الشطة الحلو. حطي بقى ايه، انا حطيت ايه، قولي 3 معالق، ما كترتش بقى المرة دي علشان ما يبقاش الكمية كتير على الخلاط. وقلبي واستمري على النظام ده لحد ما تخلصي الكمية بتاعتك كلها. الكمية دي طالعالي من كيلو فول. ولو حسبنا دلوقتي هقولك انت كسبتي كام، يعني هقولك انت كسبتي كام بالظبط. معايا بقى توابلنا، ما كناش حاطين اي توابل. معانا كزبرة ناشفة وملح وكمون وشطة. ما كترت الشطة لان انا حاطه قرنش تيتا حار. كتري الكزبرة الناشفة، لان الكزبرة الناشفة بتحب الطعمية، بتبقى حلوة جدا. وشوية كمون والملح على حسب الكمية اللي انت عاملاها. تمام كده. في اللي هو البيكربوناتو، ما حطيناش بيكربوناتو دلوقتي ومش هنحطها خالص الا ساعة القلية بس. قلبي كويس بقى، ويبقى كده العجينة بتاعتك خلصت وحلوة قوي. شايفين ناعمة ازاي؟ ولا خشنة ولا فيها فولة كده ولا كده ولا اي حاجة، ناعمة خالص وكلها زي بعضها. ولو شفتيها مش هتصدقي ان هي معمولة في الخلاط. حلوة جدا جدا من غير بقى مفرمة ولا كبة. المشكلة دي حلتها لك اهون بكل سهولة، وهتعمليها في بيتك وحاجة نظافة، وفي نفس الوقت هتكسبي اضعاف اضعاف الفلوس اللي هتحطيها. انت لو حسبتيها الطعميتين الاتنين بجنيه، الطعمية يا دوبك كده تغمسي بيها لقمة، يعني حاجة كده منتهى الاستغلال. يبقى احنا نعمل حاجتنا كلها في بيتنا. وهعمل لكم برضو فيديو عن طريقة عمل الفول. ونعبي الفول برضو في اكياس وهنعينه في الفريزر، وكل ما تعوزي تفطري مثلا او تفطري اولادك، طلعي كيس الفول وكيس الطعمية، حاجتك تبقى في بيتك في اي وقت. ما تنزليش بقى ولا تبعتي حد، حاجتك في بيتك هتبقى راحة ليكي انتي وتوفير في فلوسك انتي كمان. انا هنا عملت 10 اكياس وغير البولة دي كمان، يعني 10 اكياس من دول. قولي الكيس ده اكيد باكتر من 5 جنيه، بس هنقولك 5 جنيه. والبولة دي كمان، البولة دي هنقليها بقى، دي اللي هنقليها. حطيت عليها ذرة كده بيكنج باودر، مش بيكنج باودر، اللهم صل على النبي، كربوناتو. في ناس بتحط بيكنج باودر برضو، بس انا مش بستلطفه خالص. انا بحط البيكربوناتو. وتقرصي بقى قراصة طعمية كده، وتحط عليها شوية السمسم وتقليها. الزيت ده انا كنت قالية فيه قبل كده برضو طعمية وسبته، يعني ده تاني مرة اقلي فيه. تمام. عشان اللي يقول لي الزيت غامق شوية، انا كنت قالية فيه قبل كده. هنيجي بقى نرجع لمرجوعنا. انا دلوقتي كنت جايبة الفول ب28 جنيه، اللي هو الكيلو الفول ب28 جنيه. وكنت جايبة اقول 3 ربط ب3 جنيه. ادي كده 30 جنيه. مستعملتش اي حاجة تانية من برا، يبقى كده 30 جنيه. تمام. عملوا لي 10 اكياس. وده فول على ايدينا احنا اللي شغالين فيه اهون، وقال لي يعني فارمينه على ايدينا ومتأكدين ان ده فول. بتاع بره بيتحط عليه عيش مدشوش عشان يكتروا الكمية، وتبقى الكمية ضعف الأضعاف كمان. وما بتبقاش خضرة كده، احنا مظبطينها بالخضرة، ومظبطينها نوعية فول كويسة، مش حاطين عليها عيش او اي حاجة من بره، لا، حاجة على ايدينا. عملنا يجي 10 اكياس، قولي على 5 جنيه، يبقى 50 جنيه. غير البولة دي كمان، يعني كيسة قولي 55 جنيه. مش محطوط عليها عيش ولا اي حاجة. لو حطيتي بقى كمية العيش شوفي هيطلع لك ايه، يعني توفير بقى. شوفي قولي احنا قلنا 30 جنيه كلفونا، قولي ادي 25 جنيه. يعني بصوا قريبة بجد، قريبة من الضعف. احنا لا، وكمان ايه، انا بقولك اضعاف الاضعاف، لان هما بره بيحطوا عيش على الموضوع ده، ما بتبقاش حلوة زي اللي في بيتك. احنا بعد كده مش هنشتري اي حاجة من بره، هنعمل كل حاجة في بيتنا. آه وهتطلع مظبوطة احلى من بتاعة مرة مليون مرة. خلاص كده انا قلتها، وزي ما قدامكم ما فرشتش ولا اي حاجة. طب هي بتفرش منك ليه؟
لو عملت الطعمية وفرشت بتفرش ليه؟ هقولك بتفرش ليه. بتبقي مكترة في الكربوناتو. الكربوناتو هو اللي بيخليها تفرش معاكي قوي، وبتبقى من جوه مش حلوة خالص. بتبقى يعني ايه، مش عارفه اقول لكم ايه، بس هي بتفرش قوي. الطعميه بتفرش في الطاسه ومتبقاش حلوه. قللي الكربوناتو وهتطلع معاكي مظبوطه 100%. الطعميه دي انا ما كنتش لسه سقعتها ولا اي حاجه، يعني يا دوبك فرمناها وعشان نفطر منها، ما كنتش سقعتها ولا اي حاجه. تمام. دي قبل ما اكيسها. ودي الطعميه اللي قليناها، والفول ده عاملينه على ايدينا، هبقى اقول لكم في فيديو عملته ازاي وطلع حلو قوي كده ازاي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كل فيديوهاتي البسيطه توصل لكم ان شاء الله. وياريت اعجاب حلو زيكم كده. وبحب قوي تعليقاتكم. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. اتمنى اكون افدتكم ولو افاده بسيطه خالص، او زودت لكم معلوماتكم ولو معلومه بسيطه خالص. دي حاجه بتسعدني بجد. مع الف 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 سلامه.